بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين. ان شاء الله هنعمل النهارده الفول المدمس باسهل واحلى طريقة ممكن تعمليها في الدنيا. والله يا جماعة مش هتشبعي من اكل الفول اللي انا بعمله ده. بصوا ده اختراع بجد. انا جربت كل انواع الفول، من اول الفول ابو توم، الفول ابو طماطم، الفول ابو صلصه، الفول ابو بابريكا، الفول ابو بصل، الفول ابو عدس، الفول ابو رز. بصي عدي على ايدك كل انواع الفولات اللي بيتعمل التدميس، الفول اللي يعني اللي بيتعمل التدميس. بصي انا جربته كله ما توصلتش والله العظيم. حتى الطماطم الصاحيه دي كنت بجيبها صاحيه كده واجي حطها فيها. والله ده اختراعي، انا اقسم لكم بالله. انا بقالي سنين السنين وانا بعمله من زمن الزمن والله. حتى كل حبايبي بقى اللي دوقوا عندي من العيله عندي قالوا لي بتعمليه ازاي يا ام يوسف؟ وصفت لهم، كله كان مستغرب ان انا بعمل بعصير الطماطم. كل اللي كان يعرف ان انا بعمل بعصير الطماطم الفول المدمس كان بيستغرب. بصوا بطريقه غير طبيعيه. بيتقل ازاي يا ام يوسف؟ طيب تعالوا هقول لكم بيتقل ازاي. اول حاجه انا معايا نص كيلو فول بلدي على ربع كيلو فول مدشوش اهو. تعالوا معانا كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى يا حبايبي، ده فول بلدي الكبير القمر ده كده، ده فول بلدي. والصغنن ده كده الحتت الانصاص دي ده المدشوش اهو. ده المدشوش اهو، وده الفول البلدي بتاعنا. احسن نوع في التدميس ايه يا ام يوسف؟ هو ده الفول البلدي. في فول تاني اسمه انجليزي لونه محمر كده اهو، لونه محمر كده، لا اوعي تجيبيه، بياخد وقت كتير في السوى. غير ان هو بياخد وقت، القشره بتاعته عمرها ما بتبقى طريه، القشره بتفضل ناشفه ومحطبه كده ومش حلوه وطعمها مش حلو، وفوله صغننه خالص كده عامله زي بتاعه تصغير الطيور. فانا دي احسن، هو احسن نوع بجد. قولي له عايزه فول بلدي لما تروحي عند العطار او اي حد بتجيبي من عنده البقوليات، قولوا له عايزه فول بلدي. انا مسكته نقعته نقعه حلوه طبعا من بالليل. لو انت مستعجله عليه وعايزه تعمليه على طول وعايزه تنقعيه، استنى قلت لكم بس شويه، وعايزه تنقعيه بسرعه ويطلع معاكي بسرعه، هتعملي ايه؟ هتغلي شويه ميه وتيجي حطاه في الميه السخنه وتسيبيه برده منقوع مثلا لمده نص ساعه، هيديكي النتيجه القمر دي برده خلاص. ومعاه ايه تاني يا ام يوسف؟ معاه ليمونه. ليمونه ليه؟ الليمونه علشان ما تسودش الحله. انا دايما بعمل الفول في الحله الالومنيوم خلاص، فعشان ما تسودش معايا الحله باخد ليمونه كامله زي ما هي بعصرها وارمي قشرتها، ما بتاثرش خالص في الطعم. وانا بعمل بقى الفول باخد من الليمونه دي بتبقى موجوده، باخدها واهرسها كده مع الفول. بصوا بتبقى في حته تانية خالص. دي كوبايه طماطم، يعني كام طماطميه كده، 3 4 طماطميات، ضربتهم ضربه حلوه في الخلاط بقشرهم، ما تعينيش ما تصفيش القشر، كله ده هيختفي مع الفول خلاص. يبقى نص كيلو فول بلدي، ربع كيلو فول مدشوش، لا هتحطي رز ولا هتحطي عدس. هيتقل ازاي من المدشوش ده؟ المدشوش ده اصلا مش بيبقى له وجود بعد كده اهو، اللي هو ده بعد ما الفول بيستوي خالص ما بتلاقيلوش وجود نهائي. وجوده بيبقى ازاي؟ بيبقى هو الميه التقيله اللي بتبقى مخليه الفول كده مزبد وعسل. خلاص حبايبي، هنجيب حله وننزل فيها كل الحاجات الحلوه بتاعتنا دي ونرفعها على نار عاليه جدا. اهم حاجه ترفعيها على نار عاليه، بصي جدا 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 فوق ما تتخيلي. اعلى حاجه عندك في البوتاجاز هتيجي حطاها. بسم الله الرحمن الرحيم. نركن بس دي كده اهو. بسم الله اهو. حطي الفول، انا غسلته طبعا، مهم جدا بعد ما تنقعيه الميه اللي اتنقع فيه لازم يتغسل. اوعي تحطي في الميه المنقوع فيها، ليه؟ بتبقى مليانه غازات واتربه برضو. فبصي مش احسن حاجه. فانت تعملي ايه بقى؟ هتيجي ماسكه الفول بتاعك بعد ما تنقعيه، هتغسليه تحت ميه جاريه غسله محترمه. بصي مره واثنين وثلاثه لحد ما اللون بتاعه يبقى مزهزه وقمر كده. شايفه اللون عامل ازاي؟ الفولايه ما شاء الله عليها بتلمع، اللهم بارك من النظافه. خلاص ادي الحاجه حقها، تديكي فوق الحق وزياده ليكي خلاص. يعني انت لما تيجي تعملي حاجه يعني اخدميها صح. لما تخدمي اي حاجه بتعمليها صح، حتى مش الاكل بس، حتى لو انت بتشتغلي وبتعملي يعني شغلك صح على ما يرام، بصي هيبقى بسم الله ما شاء الله كل حاجه معاكي ماشيه زي الساعه خلاص. انا جايبه هنا بقى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه الطماطم بتاعتي اهي تنزل كده. هنزود بقى ميه، هملى دي بقى ميه 2 3 كده لحد ما املى اغطي السطح ده كله. قبل ما اعمل كده انا عندي طبعا البذره منها هتعصري. استني بس باليمين علشان انا ايه، يا رب اجعلنا دايما يا رب من اهل اليمين اهو.
عشان انا ايدي الشمال مش قويه. هتعصري وتيجي راميه القشره، مش هيجرى لها حاجه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوي يا رب اهو. بصي كده، بصي مش هيحصل لها اي حاجه خالص. انا هامله بس الميه وارجع لكم. بصوا بقى حبايبي الميه اهي، دي ميه اهي مكان الطماطم عادي جدا. جبت بقى ازازه مليتها بدل ما كل شويه رايحه جايه على الحنفيه اهو. هنملى ميه لحد ما تغطي الفول تماما. ليه؟ لان انا عايزه اول مثلا ساعه كده في الفول ما تفتحيش عليه خالص. ليه؟ عشان ما يسودش اهو. اديله كفايته في الميه كده اكتر من اللازم كمان. مش بالعد، احنا مش بعد كام كوبايه ميه، لا انا بحط بالويم عادي. انا عايزه بس الفول بتاعي كله متغطي اهو شايفين. وهحط تاني، هجيب كوبايتين تاني احطهم عشان انا محتاجه الفول بتاعي يغلي غلوه محترمه. وبعد كده هوطي عليه شمعه زي طبعا ايه امهاتنا كانوا بيعملوا زمان. وهو بيتعمل كده اصلا فين؟ بيتعمل في اللي هو بتاع الفول اللي هم بس هم بقى بيعملوه ازاي بقى؟ مش عارفه اسمه مستوقد ولا ايه تقريبا. يعني بيحطوا الحله اللي زي دي، بس مش حله بقى، بيحطوا القدره بتاعتهم الكبيره دي بيغرسوها في الرمله دي تحتيها نار كتير. وبيبقى بصوا بتستوي على الهادي، فبتطلع لك الفوله مزبده وزي العسل. وبتجيبيها من بره تقولي الله انا ازاي بجيبها كده وما بعرفش اعملها في البيت. اعملي بس امشي على الخطوات بتاعتي دي، والله ما هتندمي. وهتفضلي ان شاء الله تعتمدي الفول ده عندك ليل ونهار. هيبقى عندك ان شاء الله كده. اعمليه كمان واحتفظي بالفيديو عندك لرمضان. قبل رمضان كده مثلا بيوم او باتنين تيجي عاملاه ومكيساه. كله ده هنعمله مع بعض ان شاء الله الايام اللي جايه. بس انا بعمل ده دلوقتي ليه يا اولاد؟ برضو حيله الفطار والعشاء كل يوم. عملنا شويه قرص، عملنا جبنا شويه لبن، فول وطعميه. بصوا اصل هي مش هتفضل واقفه على القرص بس ولا المنين بس ولا القراقيش بس ولا الكلام ده، لا لازم تنوعي. الدنيا صيف والعيال واخدين اجازه، فلازم تنوعي كل يوم في الفطار وحاجات تكون اقتصاديه وعلى قد ايديكي وانتي عامله حاجتك في قلب بيتك. عشان انت تروحي تجيبي النهارده كيس فول من اي مطعم، بصي حابه اديك دول ما يقرب المعلقتين او الثلاثه. والله العظيم انا في يوم ما كنتش عندي فول وقلت ليحيى روح هات لي ب 10 جنيه فول. انا اقسم لكم بالله انا كنت بصوا انا اتخرعت شويه. اديك دول ب 10 جنيه يا ابني. قال له والله ما هو ب 10 جنيه. يعني ايه؟ بيقول له قال له الفول غالي. فانا ليه اشتري من بره؟ طب انا اعمل حاجتي بنظافه جوه بيتي. وعلى عينك يا تاجر كده الحاجه نظيفه. انت مش ضامنه بره برضو بيبقى الحاجه عامله ازاي. فاعملي ونوعي في بيتك ووفري التوفير كله لبيتك ولعيالك. خلاص انا بعمل هنا كل حاجه يعني تتخيليها ان شاء الله بعملها جوه بيتي. الا بقى ايه لو في حاجات مش قادره اعملها في البيت ومضطرين نشتريها من بره فبعمل كده. حتى الجبنه بعملها في البيت، بجيب الجبنه القريش وبكيسها اكياس في الفريزر. برضو شفتوها معايا في فيديو الفريزر، كنت مكيسه اكياس كده كل قطعه كنت حطاها في كيس. اطلع القطعه من دول احط عليها شويه شطه وشويه زيت واجي هرسها هرسه حلوه ونحطها جنب طبق بيض ناكل بيه بتبقى زي العسل. ممكن كمان اطلعها واحطها في الخلاط واحط عليها معلقه صغيره لبن بودره واللهم صل عليك حبيبي رسول الله ايه تاني وشويه زيت صغيرين وحوالي ربع كوبايه لبن. وتطلع معاكي جبنه كريمي الكيري اللي ممكن تجيبيها برقم كبير. بصي الست المصريه او العربيه او ايا ست ايا كانت هي مين، والله العظيم ما بتغلب. الستات اشطر كتير من اي حد في الدنيا. خليكي كده ست ناصحه واعملي كل حاجه في بيتك ووفري ودبري. مش عايزه اكتر عليكي عشان ما تقوليش ام يوسف الغالي لسه معانا الفيديو طول، لسه هنحط ده يستوي ونرجع اوريكم بعد المراحل بتاعته يعني هو بيستوي لحد ما يطلع ونكيسه كمان في الفريزر. ما تنسوش تحطوا لايك حلو لام يوسف ودعوه حلوه من قلبك. لو لسه ما اشتركتيش عشان انا عارفه كل الناس بتتفرج من غير ما تشترك، اشتركوا في القناه عشان القناه ان شاء الله تبقى فيها حاجات حلوه كتير الايام الجايه ومفاجآت جميله ورمضان احلى ان شاء الله مع ام يوسف. بصوا بقى حبايبي اهو بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا بقى خد غلوه محترمه. شايفين المنظر اهو. الطماطم اللي طلعت على الحوالين دي هجيب المعلقه كده والف كله ده كده وانزله هنا في الحله على طول تاني. هنعمل ايه بعد ما خد الغلوه القمر دي؟ شايفه لونه ابيض وزي الفل ازاي؟ هنعمل ايه؟ هوطي عليها. خلاص اهم حاجه عندي كانت الغلوه القمر دي، لازم تاخد الغلوه القويه دي قوي. وبعد كده هغطي وهوطي عليها بسم الله الرحمن الرحيم. اقفل كده كويس الحله. لازم الحله تتقفل وتتكبس معاكي كده. لو لسه مواربه فيها سنه مفتوحه لا اكبسيها كبسه جامده كده زي ما انا عملت في الحله بتاعتي الحلوه دي. هوطي بقى شمعه خالص
واسيبه كده مع نفسه مثلا ايه 4 ساعات على نار هاديه جدا جدا. ما تخافيش، مش هتاخد معاكي غاز كتير ولا حاجه. انت عاملاها بصي شمعه قد كده اهو عشان تستوي معاكي وتديكي النتيجه المطلوبه. واللهم صل عليكي حبيبي يا رسول الله، وتديكي اللون الاحمر الحلو. ما تفتحيش عليها كل شويه، بس مثلا بعد ساعه كده بصي كده افتحي الغطا واختبري الميه. لقيتي الميه بتاعتها بدات تقل، سخني مثلا كوبايتين ميه وحطيها عليها تاني، وهكذا لحد ما تمسكي الفوله. مش هتعرفي تمسكيها من كتر ما هي دايبه، تبقى معاكي زبده بسم الله ما شاء الله. خلاص كل مرحله ان شاء الله هوريها لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. شايفين يا جماعه ما شاء الله عليه اهو كده خلاص. اللهم بارك استوى وبقى بصوا عسل كده. شايفين بقى زبده. اللهم بارك صلاه النبي على اللون. شايفين لونه؟ ايه رايكم في اللون بتاعه اهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك في اللون بتاعه القمر ده؟ شايفين الجمال؟ شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ انا بقى مش هغرفه طبعا دلوقتي خالص ولا هكيسه. انتوا شايفين الدخان طالع عامل ازاي؟ انا كده ايه هطفي عليه. شايفين وانا لسه يا دوب ما طفيتش. هو شوفوا بيبقبق ازاي. البقبقه دي انا موطيه عليه شمعه يا جماعه. بصوا حبايبي اهو بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي. انا بقى هغطي عليه خالص مش هفتح عليه خالص لمده مثلا، انا هطفي اهو مش هفتح عليه خالص. هغطي الغطا يعني لمده مثلا نص ساعه كده، يكون هو بقى كده ختم وبرد خالص. وارجع اعمل ايه؟ ارجع كيسه مع حضراتكم واوريه لكم. انا بكيسه بس بعد ما يبرد واحط الكميه على قد احتياجي. على عدد الاسره بتاعت حضرتك هتحطي الكميه. خلاص بس انا طبعا هغطي عليه. انا خلاص طفيت النار. شايفين البقبقه بدات تقل اهي. انا هغطيه وبعد كده هرجع لحضراتكم لما يبرد شويه وان شاء الله نكيسه مع بعض. استنوني. بصوا بقى حبايبي ده كان تاني يوم بعد ما برد خالص. انا طبعا مش هينفع اعبيه وهو سخن خلاص. فبقى بسرعه قلت هقوم لازم بسرعه اعبيه لان العيال بداوا ياكلوا منه اهو. قلت هيخلص، قلت بقى ايه اعبي بسرعه علشان الحق بس اصور. هم هياكلوه بالف هنا وشفا بس لازم نصور الاول. شايفين الجمال؟ ما يغركيش الشويه اللي على الوش السود دول، عادي جدا فول وزي الفل. برضو هتلفيهم في قلب بعض وهتكاسي. شايفه بس لونه؟ انا بس عايزاكي تبصي على لونه. شايفه اللون بتاعه عامل ازاي؟ كهرمان والله. مالكيش دعوه باللون الاسود ده طبيعي في اي فول، لازم لونه يغير كده لازم. بس شايفه الجمال؟ اللهم بارك. عسل والله يا جماعه. جربي بطريقتي. عايزه اقول لكم بصي معلقه سمنه بلدي كده واعملي للعيال احسن طبق فول يفطروا بيه زي ما انا عملت كده. والله العظيم كان عسل. اللهم بارك. حلو وحلاوه. الف هنا وشفا على قلوبنا وقلوبكم. بصي هتاكلي صوابعك وراه. جربي بس واعملي طريقتي دي والله العظيم ما هتخسري ولا هتندمي وهتديني ان شاء الله دعوه حلوه من قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هنكيس بقى كده. وطي صوتك شويه يا حبيبي، بصور يا قلب مام. بسم الله الرحمن الرحيم. اضحك صوتك هيطلع في الكاميرا انت حر. انا بصور والله العظيم انتوا حرين بقى، صوتكم عادي اهو. بصوا اهو العيال بقى ربنا يحفظ ولادنا وولادكم يا رب اللهم امين. بصي بقى انت كيسي على عدد اسرتك، على قد ولادك. انت عارفه طبعا مقدار الاكل بتاعهم ايه. هتكيسي. اوعي ترمي الليمونه دي حلوه، دي احلى ليمونه، دي احلى ليمونه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله العظيم الكيس اللي انا بكيسه ده ان ما كانش يجيب لك 30 جنيه بره يبقى انا ما اعرفش حياتي والله. عايزه اقول لحضراتكم يعني الناس اتجننت في الاسعار. بصوا شويه دول كانوا ب 10 جنيه. استنوا اقول لكم والله لا تشوفوهم. شوفوا قد دول. شايفين المنظر قد ايه اهو؟ مش مبالغه اقسم بالله اهو. بصوا انا كنت عايزه يعني الحمد لله يعني ربنا يهدي الناس. كل ما هتكلموا حد الحاجه غاليه غاليه ليه؟ ما الفول مش غالي ولا حاجه. نص كيلو فول ب 25 جنيه، ربع مدشوش ب 10 جنيه يبقى 35 جنيه. شوفوا ماله حل قد ايه، غير كمان بسم الله ما شاء الله لما العيال كلت منه كمان قد كده. يعني بصوا 35 جنيه والله يا ست الكل. هتعملي كذا كيس، يعني كذا كيس هينفعوكي فطار وعشاء والله. وكمان ممكن تاخدي كيس تعملي بالطماطم تتغدي منه وتعملي جنبه بتنجانه ويبقى الف هنا وشفا ودمتم على كده. والله نعمه وفضل من عندك وعدل من عندك يا رب. بصي ما تقفيش على حاجه، اعملي كل الاكلات اللي كنا بناكلها زمان. بمناسبه بقى الاكل والله يا حبايبي تعالوا اقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. بصوا بقى هنا اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هلم بس كل اللي حوالين ده. اوعي ترمي اي حاجه.
الفول ده بصي اختراع ما شاء الله عليه. احفظي الفيديو عندك بقى رمضان ان شاء الله، اعمليه قبل رمضان بيوم. بصي عسل كده، حاجه ما شاء الله عليها جميله، اللهم بارك اهو. ما تسيبيش ولا فتفوته في الطبق في الحله. خلاص هقول لكم بقى على حاجه كانت بجد لما نزلت السوق انا كنت، بصوا انا بجد انا زعلانه وزعلانه بجد على الناس دي. عايزه اقول لحضراتكم حتى الفلفل والبتنجان دخل نظام الخرا اللي بيقولوا عليه بتاع اليومين دول. يعني انا اسفه في اللفظ بس بجد انا زعلانه جدا. الناس وقف حالها، عايزه اقول لحضراتكم الناس وقف حالها والله. حتى واحده اللي انا واقفه بجيب منها الفلفل كنت مصوره والله العظيم، وكنت هنزلها لكم في فيديو مشتريات السوق. كنت مصوره الست واحنا بنتكلم، بس رجعت خلاص قلت لا، انا بجد انا حزينه على اللي بيحصل. بتقولي والله يا ابله ده كل اللي بيجي كانت هي يعني ليها زباين فبتسالهم تقولوا انتوا ما بتجوش ليه تاخدوا فلفل وبتنجان؟ اقول لها لا احنا دخلنا خلاص نظام الطيبات فما بناكلش لا فلفل ولا بتنجان. الفلفل والبتنجان ممنوع، الكرنب ممنوع، قولوا معايا ايه تاني ممنوع، ورق العنب ممنوع. انتوا منعتوا كل الاكل اللي ربنا خلقه اللي بناكله من يوم ما ربنا خلقنا. حرام والله اللي بيحصل ده حرام. انتوا كده بتدمروا الدوله وبتدمروا الحياه بجد، دي حاجه ما تنفعش. احنا ما زلنا بناكل الخضار كله وبنشرب اللبن اللي برضو طالع لنا في المقدر، وتقول لا ما تشربوش لبن. بنشرب لبن وبناكل البيض والفراخ وكل حاجه، كل حاجه بناكلها ما منعناش حاجه. الدقيق اللي طالعين في المقدر برضو اليومين دول وموضه جديده عمالين تقولوا عليه دقيق الحبه الكامله الحبه الكامله الحبه الكامله. يا جدعان ده دقيق القمح العادي اللي طول عمرنا بنجيبه وبنطحنه كل سنه، وكل سنه من قبل ما يبقى فيه طيبات ولا شريرات كنا بنجيبه وبنغسله وبنروح نطحنه في المطحن، واسمه دقيق بلدي. مش لازم نقول عليه المخترعات الجديده دقيق الحبه الكامله. انا كرهت الكلمه دي وزهقت من الكلمه دي اللي او دقيق الطيبات. انا حتى كنت كتبت مره في العنوان كده، بس انا كتبت انا ماشيه مع الماشيين على في الكتابه بس عشان الناس تتجذب للكلام للمشاهده بس مش اكتر. لكن هو اصلا اسمه دقيق بلدي، دقيق بلدي، دقيق البلدي بتاعنا اللي طول عمرنا عارفينه. فيعني الناس ترجع لايامنا تاني الحلوه اللي فاتت، كنا بناكل كل حاجه ونشرب كل حاجه ومفيش حاجه اسمها ده ممنوع وده مش ممنوع، لا مفيش الكلام ده. بصوا اهو مفيش حاجه. الحته دي لسعه صغننه خالص، لان انا ايه بقى بعد ما يعني سويت عليه بقى. لو انا ما سويتش عليه انا كل مره بسم الله ما شاء الله بحك ده كده وباخده معايا في الطبق، بس دي حته صغننه شايفين اهي. بس انا عشان ايه المصداقيه لازم اوريها لكم. هي بصوا عشان نسيت عليه اهي قشطت حته مني اهي شايفين. بس هو بسم الله ما شاء الله الله اكبر كفول مفهوش معلوش غبار، معلوش غبار فعلا. جربيه وما تنسيوش زي كده. انا نسيته ودخلت قعدت جوه شويه مع العيال وقعدت اتكلم رحت نسيت فايه. لا انت ما تنسيش. هنركن بقى الحله كده على جنب ونكمل الكيس بتاعنا. فيا حبايبي بالله عليكم قصه الطيبات اللي طالع لنا فيها، يعني هو كل من وقت للتاني كده نطلع بترند جديد. خلاص بقى عايزين نخلص بقى من قصه الترند اللي مش عايزه تخلص وتنتهي دي. نرجع تاني لايامنا الحلوه والاكل بتاعنا الجميل. شويه كده يقول لكم لا اوعوا تاكلوا فول، اوعوا تاكلوا طعميه، شويه كده. بس بقى مش عايزه حد بقى تخش واحده تقول لي كده تتفلحس فيها وتخش تقول لي ايه اللي انت بتقوليه ده، لا ده نظام حلو ده الله يرحم مش عارفه اسمه ايه. لا يا ستي الله ربنا يرحم الصاحي قبل اللي ميت. بس محدش يقول كلام مش في محله. انا بجد انا زهقت من قصه الاختراعات اللي دايره اليومين دول. كل يوم والتاني ترند جديد واختراع جديد، بس الترند ده قسم وسط الناس. عايزه اقول لحضراتكم ده في ناس ما بتبقاش لاقيه تاكل وظروفها مش احسن حاجه وبتضطر تجيب لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يعين الناس على حالها يا رب. تجيب الرقب الروس الفراخ تجيب الرجلين. فيعني انتوا كرهتوا الشعب في الاكل، كرهتوا كل الناس في الاكل. فيعني بجد النظام ده سيء واوعوا حد يفضل ماشي عليه. بجد انا مش عاجبني خالص وده رايي الشخصي وكل واحد حر في رايه. وبصوا براحتكم بقى كل واحد حر في رايه، بس ده رايي انا ما زلت انا واولادي وجوزي ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب بناكل كل حاجه ومستحيل همنع اي اكل مستحيل، لان ده اللي اتربينا عليه طول عمرنا. طول عمرنا بناكل ونشرب كل اللي بيحصل ده الحاجات اللي موجوده في الكون دي. خلاص يعني انا متفاجئه
ان الفلفل والبتنجان اللي الشعب المصري كله بيعشقه خلاص يعني. والست قاعده يا حول الله يا رب، يعني قاعده بتضرب اخماس في ازاز، قاعده قدامها الخضار قد كده بكوم قدامها. يعني ايه حال الناس يقف بسبب كلام وترندات ملهاش اي تلاته لازمه؟ يعني ايه حرام والله بجد. الحاجه بقت مرطرطه عند الناس بسبب الكلام الكتير. هنقص بس الشنبوتو دي وبكده خلاص خلصنا الفيديو بتاعنا القمر النهارده. يا رب بس الفيديو يكون عجبكم وتحفظي بيه بقى، تحتفظي بيه عندك في يعني احفظيه عندك، نزليه عندك حفظ كده، اعمليه له حفظ، وان شاء الله اعمليه على رمضان ان شاء الله يبقى معاكي زي العسل. انا ما بقطعش الفول من البيت، بس انا بقالي كام مره كده، يعني بقالي حوالي 10 ايام ما جبتش فول. فايه صراحه كان عندي صراحه، بس انا ما كنتش عملته. زي ما قلت لحضراتكم انا ما برميش الاكياس دي اهي، زي كل مره هقول لك عشان ما تنسيش وترميها اهي، بطبقها وبشيلها، اعمل منها ايه بحطها تاني بين لو حاجه بعملها دي صغننه، لو هعمل بانيه لو هعمل كفته اي حاجه خلاص اهي بطبقهم كده وافردهم واحطهم على بعض. ما بيترمش الحاجات دي، ما بتترميش يعني. خليكي كده ست ناصحه وما ترميش حاجه، يعني الست الناصحه هي اللي ايه بتعرف توفر وتعمل من الفسيخ شربات. خلاص اهو طبقيهم كده ولميهم. انا عندي حبه حلوين في الدرج وادي كمان حبه حلوين تاني هما، وكده ايه خلاص خلصنا الحاجات الحلوه بتاعتنا. كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. لو عجبك بقى ما تنسيش لايك وشير واشتراك لو لسه ما اشتركتيش، ودعوه حلوه من قلبك اهم حاجه. ولكم بالمثل حبايبي، كل سنه وانتم طيبين، مع الف سلامه.